السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في اتم صحه واحسن حال. قبل ما ابدا معاكم الفيديو ما تنسوش الصلاه على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. الفيديو بتاع النهارده يا بنات هننضف التلاجة مع بعضينا. انا لسه بكمل كده في تنظيفات البيت. لسه ما خلصتش، يعني كل يوم باخد حاجه كده مع شغل البيت اللي هو ايه العادي، اللي هو الاكل، المسيح، الكنيس، الكلام ده كله، دعك مواعين. فكل يوم باخد جزء من مكان، مثلا اوضه نوم، مطبخ، صاله كده. يعني كل يوم باخد حاجه بس واحده وبعملها، بنضفها كده من الاعماق عشان خاطر يعني انضفها تنضف معايا كويس، وما يعني الموضوع ما يبقاش فيه كرواتها يعني وكده. وفي نفس الوقت ما تجلش على نفسه، وكل حاجه هتتعمل وكل حاجه هتخلص. مش شرط ان الواحد يكركب كل حاجة على دماغه مرة واحدة يعني وكده. لا، انا بعمل كل حاجة كده بالراحة وعلى مهلية وكده كده. لسه يعني ايه، انا بنضف تنظيفات الشتاء، يعني مش يعني مش الموضوع المدرسة والكلام ده كله، لا انا بنضف تنظيفات الشتاء. فبما ان الشتاء يعني لسه ما جاتش، فانا بعمل كل حاجة كده على مهلية خالص، ومش مستعجلة يعني ولا اي حاجة. كل يوم اخد جزء بسيط كده عشان خاطر ينضف معايا كويس. فانا النهارده قلت ايه، بما ان انا واقفه في المطبخ يعني وكده، اليوم ده بصراحه والله العظيم من يمكن خدته من الصبح كده لحد النوم. والله العظيم وانا في المطبخ يعني وقفت على رجلي يوم كامل. بس الحمد لله في حاجات كتير يعني اتعملت وكده. بس فقلت ايه بالمره بقى، بما ان انا واقفه يعني وكده، قلت خلاص بقى اخد ايه التلاجة بتاعتي في الطريق، يعني في طريقي يعني وكده. بس فشلت الرفوف بتاعتها وغسلتها وسبتها كده تتصفى، وجبت كده شويه البريل وشويه الخل وشويه الميه زي ما هما اللي في العلبه اللي انا كنت بغسل منهم الرفوف. ودخلت كده على التلاجة اول حاجه قبل ما امد ايدي على التلاجة، وفصلتها من الكهرباء يعني وكده. بس وبدات كده ان انا إيه اغسلها. هي والله التلاجة بتاعتي نظيفه يا بنات، يعني عشان انا ايدي فيها على طول وكده. وكمان انا معيش اطفال صغيره يعني تبهدل ولا تكب ولا تعمل الكلام ده كله، فايه فالحمد لله الحاجه بتاعتنا يعني ايه الى حد ما ماسكه نفسها يعني وكده، ومش متبهدله. بس حبيت برضو ايه، قلت من ضمن التنظيفات يعني، ف انا اغسلها بالمره يعني وكده، عشان تبقى حاجه كده ايه نظفتها وكده وخلصت منها. بصوا غسلتها بالسبونشة زي ما انتم ما شفتم كده، والبريل والميه، وطبعا وشويه الخل عشان نعقم التلاجة بتاعتنا كده وتكون ريحتها حلوه. ونشفتها كده كويس من اي ميه تكون فيها. وانا بغسل وبجيب كده فوطه صغيره وببدا الم بيها الصابون، واشطفها تحت الميه، وارجع الم تاني لحد التلاجة بتاعتي ما يكونش فيها اي بريل خالص. وبعد كده بشوف فوطه نظيفه خالص وابدا انشف بيها. ما بجيبش ميه واقعد اكب واعمل زي ما بشوف. يعني انا بشوف ناس والله العظيم تغسل التلاجة بتاعتها بخرطوم. طب هي التلاجة اساسا مش مستاهله، يعني مش مستاهله انك انت تقعدي تبهدلي فيها بالميه وميه الكتيره والكلام ده كله. يعني ان هي اساسا بتكون نظيفه، لأن انت الحاجه اللي انت بتكوني حاطاها في التلاجة اصلا ان كان خضار او اكل او فاكهه بتكوني انت غسلاها، فهي موضوع مش مستاهل يعني. بس بعد ما ظبطت التلاجة بتاعتي كلها كده، برضو كمان الباب، الرفوف اللي في الباب فضيتها، كان فيها ادوية يعني وده جزاز مية والكلام ده كله، برضو شلتها كلها كده ونضفتها ورجعت ايه كل حاجة مكانها. بس انا يعني بحب ان انا ما اطولش في الفيديو بتاعي عشان ما يبقاش ممل وكده. وهنا يا بنات دوت الخضر اللي انا كنت شارياه. جبته كده، طبعا كنت غاسلاه وسبته لحد ما اتصفى، وبعدين بدأت ان انا ارصه في المنظمات بتاعته بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بصوا هي التلاجة كان فيها مفارش، بس انا بصراحة شلت المفارش منها خالص، وقلت لا خليها كده زي ما هي. شكلها حلو كده وايه، وكمان سهلة لو اي حاجة اتكبت على في الرفوف وكده، تكون سهلة في المسيح والكلام ده كله. بس فانا ظبطت التلاجة بتاعته ونضفتها وخلصت فيها الخضار النظيف اللي انا اساسا كنت غاسلاه وسايباه لحد ما يصفى. وخلص على كده، وهنا نهاية الفيديو، مع السلامة.